الحكيم اسمح لي يدخل، الحكيم اسمح لي يدخل معنا على المباشر زميلنا حفيظ دراجي من قطر. مساء الخير ما حفيظ دراجي، مساء الخير. مساء الخير حمو، مساء الخير لضيوفك الكرام، ومساء الخير ايضا لكل المشاهدين الكرام. سعيد بالتواصل معكم. اول سؤال حفيظ، بلا شك انك عندك يعني اخبار على رئيس الفيدراليه الحاج روروة، كيفاش راه صحته، كيفاش راهي؟ اموره افضل بكثير. اولا خليني نحييك ونحيي كل الضيوف، ونحييك ايضا فيك. على نحييك على بدايه السؤال بهذا الشكل. انا ما سمعت واش قالوا اليوم الناس لان بسبب ارتباطات مهنيه، ولكن اللي سمعته البارح للاسف ولد دعا للرجل بالشفاء وقال الله يشافيه. اللي سمعته البارح ما نقولش انك تسال على صحته. بارك الله فيك. بكم بارافور لبدايته تحسن كثير الامور اليوم اموره احسن بكثير. نتكلموا حفيظ اذا حبيت على الفريق الوطني، كيفاش انت يعني تقيم مردود الفريق الوطني في هذه الدوره في الغابون؟ حمو خويا، ولا واحد يختلف معنا عندما نقول بان اداء الخضر كان تعيسا، كان رديئا، كان مخيبا. يمكن وصفه حتى بكل النعوت المعقوله والمقبوله فنيا. طبعا لا احد يمكنه ان يتغاضى عن خيارات خاطئه ربما تمت على مستوى الطواقم الفنيه والتي ادت الى عدم الاستقرار الذي ميز العارضه الفنيه في ظرف وجيز. لا احد بامكانه ايضا ان ينكر باننا فوتنا على هذا الجيل. ربما طبعا اذا لم تحدث المعجزه غدا فوتنا على هذا الجيل واحده من فرص التتويج باللقب القاري بالنظر للامكانيات البشريه والفنيه والماديه الكبيره التي توفرت لدينا في الفتره الاخيره. طبعا لكن عندما نقول هذا الكلام نقول بعقولنا، نقول شويه بقلوبنا، ولكن بالكثير من التعقل والكثير من العقول. عندما نتحدث عن الجانب الفني يكذب من يقول بان منتخبنا لعب مباراتين جميلتين، شوط اول تعيس امام زيمبابوي وشوط ثاني ايضا تعيس امام تونس. النتيجه تعادل وخساره امام تونس ب 2-0. اعتقد بانه بدايه مشوار، او المشوار اذا انتهى هكذا تكون مشاركه سيئه. حفيظ راح نسألك سؤال يعني ماذا بك يكون الجواب سؤال مباشر. هل ترى الفيدرالية يعني غلطت في اختيار جورج ليكانس؟ طبعا لما نجيو بعد المشاركه نجيو نقيموا نقولوا بانه في خطا في الاختيار. يعني لما بعد نهايه المشاركه وخروجنا في الدور الاول نقولوا بانه الاختيار كان خاطئ او لم يكن موفقا. احنا نحكم على النتائج هي التي تقودنا للاختيار. لو نفوزوا بكاس افريقيا نقولوا بانه الاختيار كان موفق للمدرب، شيء طبيعي لانه النتائج هي اللي تحكم. اليوم نقولوا بانه الاختيار غير موفق، ولكن الاختيار غير موفق ما لازمش يعني نكفر المدرب كله، لانه اي مدرب بيجي في شهرين باش تطلب منه يفوز بكاس افريقيا. احنا صارت لنا ظروف، خلتنا ظروف نعرفوها كلنا، خلتنا نغير جوركيف وخلتنا نغير رايفات وخلتنا نجيب كاين معطيات اخرى كثيره جدا. انا لا اريد ان استحوذ على الكلام، ولكن لا اريد ان اتحدث عنها كلها، لانه كاين معطيات ربما يجي الوقت نتحدث عليها مش متحكم فيها حتى رئيس الاتحاديه. لذلك تفرض خيارات معينه في ظروف معينه من دون تبرير طبعا، لانه مسؤوليه الاختيار ترجع للاتحاديه. اذا كان نتائج سلبيه فمعناه ان الخيار خاطئ، وهذا امر عادي. حفيظ راح نقولها لك بالعاميه، الشعب هنا في الجزائر راهو يغلي. هل ما تظنش انت هل حان رحيل محمد روروة من الفيدراليه؟ شوف يا حموم، اعتقد باننا اسرفنا يعني بالغنا في انتقاد المنتخب، وبلغنا درجه خطيره جدا من التجريح في اللاعبين وفي الطاقم الفني والاداري وفي رئيس الاتحاد الجزائري. اعتقد بان النقاش ايضا بلغ بنا لدرجه كانت اسوأ من مستوى اداء المنتخب. انا اتحدث عن بصفه عامه ولا اخصص، لانه وليس كل الناس كان ادائهم رديء. المنتخب كله كان رديء، ولكن النقاش اللي صار في بعض المناظر كان أسوأ من مستوى أداء المنتخب، خاصة عندما قام البعض بتخوين اللاعبين وتجريم رئيس الاتحادية وإطلاق إشاعات غريبة جدا. أنا حزين على الأداء التعيس، وحزين على الأداء الإعلامي وأداء الفني التحليلي. كرة القدم يا حمو هي لعبة تصنع الفرحة تصنع الخيبة، فيها خسارة فيها فوز، لو فيها ايضا سيناريوهات وارده. يعني ممكن تكون انت البرازيل وما تفوش بالكاس، لكن اعتقد بانه ضياع اشياء اخرى
بعيدا عن الكره هو اللي اهم. انا يا ريت هذه الهبه اللي وجدتها اليوم، انا لا اتحدث عن الجماهير لانه الجماهير بقلبها، نعاود نكرر، بانه من حقها تنتقد ومن حقها تغضب ومن حقها تفرح، هذا امر عادي جدا. انا حدثت عن الناس اللي من المفروض يصنعوا الراي، من المفروض اللي يصنعوا الراي يكونوا عقال. انا كاعلامي ولا انت يا حمو، من المستحيل اننا ندعو اي واحد الى الرحيل بهذا الشكل، يعني ندعوه الى الرحيل بطريقه اسمح محترمه، لي معليش اما بهذا الشكل. حابين يدخلوا المحللين تاعنا، حابين يتكلموا معك. تفضل. انا حافظ مصطفى معزوزي. مرحبا. تفضل. مساء الخير حاج حفيظ. زميل حفيظ. مساء النور. مساء النور. حفيظ، انا كي نسمعك على بالك نتشوكا ولا غير نتشوكي. صدير لي كريتيكي رواوا، ينتقد السياسه تاع السير رواوا، ماشي وطني، شغل ما يحبش الجزائر. انا حافظ اون 98 كي كنت في التلفزه العموميه، ابري لا ديفيت دو l'Algérie كونتر لو كينيا 5 جويي، خسرنا 1-0 في لا ليغ، خسرنا 3-1. درت تعليق مازال سونور، درت تعليق: tu as demandé le départ de tout le monde, les joueurs, l'entraîneur et le président de fédération. يا سبحان مغير الاحوال، درك كيلك زاني ابري ما يلاقش راه يروح، ما يلاقش نتيرو على لي جوار. كيس كي شونجي؟ انا ما فهمتش ولا غير ما فهمتش. نقدر نجاوب؟ بيان سور. تفضل حفيظ، تفضل. انا لا تقرا الفيسبوك البارح في الصفحه تاعي، قلت اذا تفهم مليح اللغه العربيه، قلت بانه لازم نتعلموا ثقافه الاستقاله. قلت اذا يجب ان يستقيل واحد يستقيل، هذه وحده، سواء رئيس اتحاديه او مدرب او لاعبين يقولوا ما نجيش، ولكن كاين طريقه في التعامل مع مثل هذه الاحداث. احنا كاعلاميين ما لازمش نتصرف كما تتصرف الجماهير. تحب نتكلم لك على رواق، نقول لك بانه هو رئيس اتحاديه، اكيد يتحمل المسؤوليه، ولكن نقولها بعقل ونقولها بهدوء. ماشي نقولوا لازم نديوها للحبس ولا مش عارف واش. الور رئيس الاتحاديه يتحمل المسؤوليه عند الفوز ويتحمل المسؤوليه عند الخساره، مثل الطاقم الفني، مثل اللاعبين، لكن لا يجب ان يصل بنا الامر لدرجه تجريم الرجل او تخوينه او الافتراء عليه. انا نوزن الكلمات تاعي. هو يتحمل مسؤوليه التغييرات المتكرره للطاقم الفني، يعني نقولها بكل عقل وقلتها انت بطريقه مختلفه. يتحمل مسؤوليه الخيارات ربما الغير موفقه للمدربين، نقولها الان. لا يعقل بان يصل بنا الامر الى هذه الدرجه من الحقد والتحريض على الرجل. انا سمعت وقرات لاعلاميين ومحللين وساسه يحقدون ويحرضون عليه دون ان يكلفوا انفسهم حتى الدعاء له بالشفاء في وعكة صحيه. لهذه الدرجه بلغ بنا الجنون ونكران الجميل لرجل كما بلغ بنا الجنون ونكران الجميل لرجال اخرين في مواقع اخرى. بدات الحمله حفيظ. خلينا نكمل. لا اقول ما حبيت، خلينا نكمل. انا اعتقد بانه نفس هؤلاء الذين كانوا يقولون عنه بأنه أحسن رئيس اتحادية في تاريخ الجزائر، اليوم راهم يقولوا لأنه يعتقدوا بأنه الناس راهي طايحة عليه ويروح. طبعا مثلما يطالبون من ينتقدونه باحترام آرائهم، وخاصة أنت تطالب منا أننا نحترم آراءك في انتقادك. أنا نحترمها وعمري ما نقدتها وعمري، ولكن يجب عليك يا سيدي الكريم وعلى غيرك أن يحترموا آراء من يعتقدون بأن روراوة كان صاحب الفضل الكبير فيما وصلت إليه الكرة الجزائرية، ووفر كل الشروط للمنتخب لكي يتألق. ربما الدولة اللي وفرت دللهم. خلينا دولة تعبر عن رأيك كما شئت، ولكن ماشي نجيبه في مكاني. تقدر تتكلم في مكاني. الناس اللي موجودين معك يعرفوا كيف كانت الاتحاديه وكيف صارت اليوم. انا مانيش نقول لك ملاك، دار اخطاء ولكن دار اشياء مليحه للكره الجزائريه، وكل واحد فينا فيه وعليه ويدير. روراو يتحمل مسؤوليه خيارات، وانا نقولها بتعقل ولكن انت تقولها بطريقه اخرى التي يمكن اعتبارها خاطئه بالنظر للنتائج المحققه، والتي يمكن انتقاده اليوم وغدا، ننتقدوه اليوم وغدا، لكن اللي فات وقت الرجله ما يسترجلش على سياره الاسعاف، ويسترجل من نفسه وليس بإعازة أو تحريض من جهات أخرى. واللي حاب ينتقد اللاعبين ولا يهينهم لا يخونهم ولا يحرض عليهم الجماهير، لأنه اللاعبين هذوما ما خانوا بلاد، ما خانوا وطن، لعبوا ما ربحوش وخلاص الأمر. أنا حبيت نوصل بين النقاش إلى هذا. راو عنده مسؤولية، ولكن مش بالضروره نقولها بالعياط باش يقولوا الناس هاو انتقدوها، وكي نحترموا الناس اللي ينتقدوا روراوه لازم نحترموا الناس اللي يقدروا روراوه.
انا نعرف اشياء يا سيدي الكريم انت كثير ما تعرفهاش. ليه مش ما تعرفهاش لانك جاهل، بالعكس ما تعرفهاش لانه انا ويزيد او قدامك ويشهد، لانه انا نعرف، كنت في الاتحاديه وعندي علاقات مع الناس ونعرف اشياء صعب انه الانسان يقولها، اشياء في صالحه وضد الرجل، يعني في صالحه تخدمه، واشياء ايضا لم يوفق فيها ونعرفها. حكيم. مساء الخير حفيظ. مساء النور حكيم خويا. شوف يعني احنا متاسفين يعني المردود تاع اللاعبين، لان اللاعبين تاعنا عندهم امكانيات. لما تكون لاعب ضعيف ما نطلبوش منك اشياء كبيره، لكن عندنا لاعبين اللي عندهم امكانيات، وحنا للاسف سي كون ناريف با افيك اون جينيراسيون كوم سا اتاند لي زوبجيكتيف. هاوليك وراه يعني الخلل، يعني ماشي سي با انا كيما تقول سي با بور كريتيكي اكس ولا يكراك، سي لوان دو لا، mais on est exigeant et on doit être très exigeant avec des joueurs qui ont de la qualité. ما تقدرش تكون واحد لاعب ضعيف تطلب منه اشياء كبيره. لهذا نتاسفوا بعض الاحيان لما نقيموا بنطالب المردود ديالو، لما نقيموا واحد لاعب كيما غلام ولا واسمه ابراهيمي محرز، لاعبين عندهم امكانيات. لهذا الشعب متعطش باش نحققوا نتائج. لان حفيظ ما بيش لا تشاطرني في هذا الراي، يعني هذا الجيل انا عندي سي اون جينيراسيون لما ربحناش به لقب بهذه لا جينيراسيون نظن باللي يكون حرام علينا. هاوليك يعني مون بوان دو في. انا الكلام اللي راك تقول فيه كون يسمعوا بن طالب وابراهيمي يتحيوا لك، لكن بهذه الكيفيه وبهذه الطريقه، من دون تخوين الناس، من دون تهديدهم، من دون تخويفهم، من دون ما نحرش عليهم. ماذا بك؟ شفافيه شكون يهدد؟ شكون هذا اللي يدير التخوينات؟ نقولها لك من فضلك. انا رايي، خليني نعبر عن رايي. حكيم الكلام اللي راك تقوله كلام عاقل ولا واحد يختلف فيه، وقلت لك من دوحين حرام انه جيل مثل هذا ما نديرش كوب دافريك، لانه عندنا الموارد البشريه جو دير لي جوار كاينين وعندهم الامكانيات لي مويان كي ليزون اجوردي. يا اوكين فيدراسيون كي ا لي مويان ولا يا اوكين ايكيب ناسيونال كي ا لي مويان دو نوتر ايكيب ناسيونال على الاقل في لو موند عرب وفي لافريك. نخسروا مع زيمبابوي. même je peux dire dans des nations européennes عندهم الامكانيات اكبر. انا كذلك حزين على انه بهذا المنتخب ما درناش نبون كوب دافريك على كل حال لحد الان، وما ديناش كوب دافريك ومتاسفين ومتحسرين. سي بور سا جو كومبرون لوبينيون بوبليك، جو كومبرون لو بوبل، جو كومبرون لي سيبورتور وما نلومهمش. ولكن انت يا حكيم نلومك لانك انت لعبت الكره وتعرف الكره وانت انسان عاقل وتعرف سي كوان جوار دو فوتبول وتعرف باللي كونت 16 ايكيب سو بريبار دو لا ميم مانيير ويوفروا كلهم نفس الامكانيات. كاين انسان ليكيب اللي تربح لا كوب دافريك، اللي 15 الاخرين ما يبدونش الحبس يقولوا لهم وفرنا لكم الامكانيات وما ديتوش لا كوب دافريك. يديها واحد. بصح حفيظ يعني اسمح لي حفيظ، باسكو احنا كي رحنا قبل ما نروحوا حفيظ تكلمنا كثير وقلنا هذا العام عامنا، وكل خطره يعني كل ما تجي دوره نقولوا هذا العام عامنا 2013 2015 2017، ولكن الوقت راه يجوز وهاد اللاعبين راهم يكبروا، راهم يبران دو لاج. اي جي بور كون فا انكور باسكو او ليو دو بروغريسي راك نظن تكون داكور معايا اون اي اون تران دو ريغريسي. 2013 كومون سا سي باسي، 2015 2017 هذا هو الخلل اللي على حسب رايي. توتافي حكيم، موافق معك 100% في كل ما قلت، وانا موافق معك. الو الاضافه ما لازمش نكذبوا على الشعب اليوم. يا اون سيتياسيون رانا نكريتيكيو سبورتيفمون، ما راناش نديرو في التخوين، ما رانا نسبوا، ما رانا نكريتيكيو. انا واحد انا جيت توجور دي بليك جو ني ريان كونتر لا بيرسون دو مسيو محمد الوراوا. لا راح نقولها الحفيظ، راح نقولها الحفيظ. اسمح لي والله غير نقولها انا راح نقولها، ماشي راح ندافع عليك ولا حفيظ. كنت تكلم قبيله تقول راهم يقرصوا على سيارات الاسعاف، انه مصطفى معزوزين عرفوه معارض منذ سنين، معارض لسياسه محمد الروراوي. نفكر سي حفيظ دراجي الزميل. تفضل. انا حفيظ دراجي ما كنتش نعرفه، كنت نعرفه عبر وسائل الاعلام. هو كان في لان تي في، انا كنت في العروش. باش هذه هي الحقيقه. لازم هو كان حاب يمبوزي دي ماتش تيليفيزي في منطقه القبائل، الور كو كنت نواجهه بطريقه حضاريه. سي فري انا بوتيتر جو سوي امبولسيف باسكو جيم الجيري يا حبيبي،
انا ما نديرش المعارضه للجزائر. مصطفى اسمح لي طاح لك الميكرو. انا ما نديرش المعارضه للجزائر، ندير المعارضه خليني نهضر. للاشخاص اللي ما همش يخدموا مصلحه كره القدم الجزائريه يا حفيظ. وعلى بالنا باللي كان سير وراوا الى جيري دون مانيير اوتوريتير لا فيديراسيون. تفضل تفضل حفيظ. صدقني يا مصطفى، انا ما نقصدك. انا اولا حمو خويا صدقني ما عنديش شروق في الدوحه، تعرف الخلل ملي تحولت وغيرت الساتيليت وليت ما نقدرش نشوف فقط في الانترنت. سي ديفيسيل دو فوار دو لا كابتي دو ليترونجي، دونك ما حضرتش على الشروق. او كونتخير فيكسي، ولكن الاطار العام بما في ذلك وسائل الاعلام بما المكتوبه، بما في ذلك المواقع، بما في ذلك بعض الساسه اللي ظهروا على الساحه في اللحظات هذه اللي مرت. ما ظهروش كي راحوا 800 مليار، ما ظهروش كي عاودوا رجعوا لهم شاكيب خليل، ما ظهروش كي الاهانات المتكرره للشعب بطرق مختلفه، ما ظهروش في التراجع المستمر في مجالات كثيره جدا، ولكن ظهروا لما خسروا اولاد صغار، خسروا مباراه في كره القدم من دون ما نقص منها. حكيم قال سي دوماج كون غان با سيت كوب دافريك وما نحقوش نتائج كبيره. انا موافق معه، ولكن سي با لا فين دي موند. الجيري الجزائر مهمه اكثر من المنتخب الجزائري. ضياع، وكتبتها ونعاود نقولها، خساره مباراه في كره القدم اهون من خساره وضياع وطن. يا سي مصطفى جو فو ريسبكت بوكو، جو ني ريان سي ريسيبروك. وما تشاطر في حاجه والله ما نقصدك، ولكن نكريتيكيو بادب وماش موجهه ليك. صافي انا ماشي بصفه عامه، انا مش موجهه ليك. انا نقول لك انا مش موجهه لك يا مصطفى خويا. يا مصطفى انت عندك الصوت العالي، انت عندك الصوت العالي سي سا طون ديفو. وكاين اللي عندهم الصوت العالي يعتقدوا بانه اللي صوته عالي هو اللي انا عندي الصوت العالي، ما عندي ان سول ديسكور حفيظ. انا جو سوي كونستون، انا جو سوي كونستون، وانا نتحمل المسؤوليه. انا راني في المعارضه في السلطه اكثر منك يا حفيظ، وانا جو سوي سور لو تيران. انا جو سوي سور لو تيران. انا خاطيني لي بلاطو حفيظ، انا خاطيني لي بلاطو. مو جو سوي سور لو تيران حفيظ. ياك نهار كنت في مندوب حركه العروش كنت ندير مسيرات مع الشعب، كنت نضرب الحجر لا سيارات مع الشعب. جو سوي سبونتاني، جو سوي جورناليست سبورتيف. جي جامي مونتي، جو دون توجور لانفورماسيون. انت بوتيتر وليت تائب، انت راك روبونتي. كنت في الان تي في امر طبق، والحمد لله اليوم راك ديمقراطي وما شاء الله. نقرا لك لي بابي تاعك والله غير نفرح كي تنتقد شاكيب خليل، كي تنتقد السلطه، ولا سان بليزير. رانا في الرياض، خلونا في المنتخب الوطني. تفضل مصطفى، خلينا نتكلموا. تفضل مصطفى خويا، انا نعاود نقول لك جو ريسبكت فوز اوبينيون نتايا والجماعه كلهم. جي بوكو دو ريسبي بور لي اوبينيون دي جون، مي جو دوموند كو لي جون ريسبكت اوسي لي اوبينيون دي زوتر. راني قلت لك منذ حين راهو هاي ذكرت لك في تقديري الاخطاء اللي دارها، لكن ماهوش مجرم لا هو ولا غيره. نهضروا على بريزون فيدراسيون، نهضروا على فوتبول، نقولوا باللي نقدروا نقول لي سي ان موفي جيستيون تاع الفوتبول. اون بو دير سي ان موفي، مي ماهوش مجرم. بوان لا لين، ما نحرشوش عليه الناس، ما ديريكتومون و انديريكتومون. اليوم لو بروبليم دو لالجيري سي دوفوني ليكيب ناسيونال لا فيدراسيون راهو سي انكرويابل. هذا واش حبيت نقول انا. وصلنا لهذه الدرجه لاسباب عديده جدا ومختلفه. في لو بلان فوتبول nous avons failli. Footballistiquement, nous avons failli. Les gens parlent des changements des entraîneurs. Je suis tout à fait d'accord. تغييرات تاع مدربين، 3 مدربين في ظرف قصير وشهرين تقول المدرب راح يجيب كوب دافريك، ما يجيبلكش كوب دافريك. ولو بليز امبورطون اللي حسيته انا هو انه لي جوار زعفوا شويه لما غادر جولكيف. هنا يعاود ياخذني الكلام لحاجه واحده اخرى. لي جون كي ايتي كونتر سفايد اليلوزيتش ولاو اليوم يذكروا اسمه. لي جون كي ايتي كونتر لا فوني دو كوركوف ولاو اليوم يشاهدوا به. لي جون كي ايتي كونتر لا فوني دو رايفات كي يحاوزوه قال لك علاش يحاوزوه؟ ما فهمناش كومون فيغ دوكا، ما فهمناش. انا جو ني ريان كومبري. لا كونستانت اللي تتكلم عليها يا سي مصطفى، لي جون واحد اخرين ني سون با كونستان. اليوم مع ليلوزيتش البارح ضده، اليوم مع غوركوف البارح كانوا ضده، هما اللي حاوزوه. غوركوف كي جيت انا حكيت معاه قال لك جو نبو با ترافاي دون ان ميليو باري. صح حفيظ اسمح لي. صح حفيظ، هاد المدربين اللي تذكر فيهم هادوما شكون اللي نحاهم؟ نحاهم رئيس فيدراليه؟ لا كل واحد وكيفاش. بون بور ليلوزيتش الكونترا تاعو خلاص، ما لازمش حمو، ما لازمش نغلطوا الناس. فايدا ليلوزيتش كونترا تاعو 3 انتهت، سي سون دروا دو نو با رونوفلي.
كوم سي لو دروا دو لا فيدراسيون دو نو با رونوفلي. هذه نغلقوا الصفحه لانه كانت عنده اتصالات مع تركيا وراح الله يسر عليه. سي اون ميسيون تيرميني بور فاليد الوزيج. كريستيان غوركوف il n'a pas voulu لا لا حفيظ رانا اعلاميا وعلى بالنا، بصح مدرب كي تجيب غوركيف انت في معسكر الفريق الوطني في سيدي موسى والمدرب علي لوزيتش حاضر، واش تحب يقعد هذه قبل كاس العالم؟ وحنا هذه على بالنا. يا حمو تفضل شهادتي للمره الاولى نقولها، للمره الاولى ندلي بشهادتي شهر جونفي 2014 فايد الي لوزيتش، نقولها لاول مره في التاريخ، فايد الي لوزيتش في لاكسيربي نسيبو مريض ولا خو مرته ولا كاك شوز كوم سا في الى في ديسيدي. تم في هذاك الوقت ديسيدا، كان في تواصل مع تركيا، الحاجي اللي بروبوزي يرونوفلي الكونترا تاعو جوسكا لا كان 2015. قالوا باسكو عندي 6 شهور رونوفلي لي، قالوا ما رونوفليلكش، قالوا اعطيني الوقت، قالوا جو بو با اتوندر، اعطيني الوقت. انا دخلت في النص بور كونفانكر فايد لوزيتش ويشهد مازال حي الان، بور كونفانكر فايد لوزيتش باش يكمل الى غايه على الاقل لا كوب دافريك. il n'a pas voulu فايد لوزيتش. قال لي حفيظ je ne pourrai pas continuer. قال لي moi je me suis engagé avec le président de je sais pas الكلوب هذاك، قال لي je me suis engagé je ne peux pas c'est à Trabzonspor. هذه للتاريخ. Vous pouvez demander à Ali Luzic, il va vous dire la même chose. C'est lui qui n'a pas voulu continuer, le président de la fédération. Bien sûr, il pense à son équipe nationale, il pense à l'après-coupe du monde, اللي بقات عليها 5 شهور ولا 5 شهور. Donc il doit trouver un entraîneur. Bon, pour les كاين une maladresse, je peux vous dire OK, كاين une maladresse d'accord, mais Vaida Luzic était partant et là راح la coupe du monde وعلى باله باللي c'était la dernière. Voilà لي. غادي نعطيها لك شهاده للتاريخ، شهاده للتاريخ. شكرا محمد كلمه. نتكلم معاه. سؤال اخير. حفيظ السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام خويا محمد، مرحبا فيك. حفيظ حبيت برك نسالك باسكو الشيء اللي قلقنا حنا كان هو تراجع تاع الفريق تاعنا مده الكاميرون. في 2 موا كاين تراجع كبير سواء من ناحيه المردود او انضباط خارج الملعب او فوق الملعب. ما تظنش باللي هادو لاعبين احترافيين اللي ربما لازم نكونوا صارمين اكثر من اللاعبين المحليين اللي ما عندوش مستوى او المدربين المحليين حتى اللي فاشلين. ما تظنش باللي كي كان اللاعبين اللي يوقفوا امام المدرب وحاوزوه وكان صرا المحليين ربما كان تقيم عليهم. محمد لا شفيت في التدخل تاعي في الاول، قلت بانه ربما نوصل الى غايه نقول اننا دللناهم وفششناهم اكثر من اللازم. على بالي بلي عندك مطار، انا اعتقد باننا دللناهم وفششناهم اكثر من اللازم. يعني كنا قادرين نعطيو لهم حقهم، يعني انه ان جوار دو ليكيب ناسيونال il vient il trouve les moyens qu'il faut parce que la fédération عندها les moyens. اما انك تزيد لهم اكثر من اللازم، moi je suis c'est comme tes enfants محمد، غدوه اولادك كنت تفششهم اكثر من اللازم يدوروا عليك. انا je pense aussi je partage avec vous un petit peu ça، je pense دللناهم اكثر من اللازم. دللناهم اكثر من اللازم ما عندهمش فيها ذنب محمد خويا، لانه الوالد اللي دللهم هو اللي يتحمل المسؤوليه. دونك هو الا لقى كلش قدامه، وليدك يلقى كلش قدامه في عمره 10 سنين عنده ايفون 6 وعنده تو لي موان ديفون لوي، دونك ما تقدرش تلومه الا غدوه ما قرالكش. سي لا ميم شوز محمد. ان ايكيب ناسيونال، انت لعبت في ايكيب ناسيونال تعرف سي ان دوزاج محمد، سي ان دوزاج تعطي له اللازم، مش اكثر من اللازم ومش اقل من اللازم. ما تحرموش ولكن ما تدلوش بزاف. موا جو بارتاج هاك بوسا، بوتيتر دللناهم وفششناهم شويه. ميرسي يا حكيم. شكرا حفيظ، بارك الله فيك على طول عمرك. ميرسي بارك الله فيك. اذا ما يزعفش علينا، ما يزعفش علينا مصطفى. شو ديمقراط حفيظ. جو تي ريسبكت بوكو. سي ريسيبروك. الله يطول عمرك. شكرا حفيظ. مع السلامه.